تعالوا اقول لكم النهارده على طريقه حلوه قوي قوي لديزرت جديده. تراميسو كيك لكل اللي بيحب التراميسو والقهوه. هنعمل كيكه فانيلا عادي، 3 بيضات، كوبايه الا ربع سكر، رشه فانيلا على البيض، نص كوبايه زيت، ونقلب كله مع بعض كويس لغايه ما يدينا لون كريمي. بعد كده هنروح ضايفين كوبايتين دقيق. انا بفضل استعمل دقيق كيكه للكيكات، بيبقى احسن وبينفش احسن وبيبقى ريسك ان هي تبوظ او تلكم بيبقى اقل. كوبايه الا ربع لبن وظرف بيكنج باودر، ونقلب كله كويس لحد اما الدقيق يدوب خالص في الخليط الاولاني. بعد كده في صينيه مقاس 24 هندهنها زيت كويس، وبعدين ندخلها على فرن سخن على 180 تقعد جوه لمده 35 دقيقه. وبعد كده نطلعها. للكريمه بقى اللي هنحشي بيها التورتايه هنحتاج 5 معالق كبار كريم شانتيه، 5 معالق كبار كريم بيستري، معلقتين كبار لبن مكثف محلى، ومعلقه كريم تشيز ان امكن. بنحط عليهم كوبايتين متلجين ميه ساقعه، ونقلب كله مع بعض لغايه ما ينفش ويدينا كريمه بالشكل ده. نرص بقى التورتايه بتاعتنا، هنحط حته كريم شانتيه في القعر علشان نمسك الكيكه في الصينيه بتاعتنا. نحط اول نص للكيكه ونبدا نسقيها بشوط الاسبريسو اللي حضرناه كويس، وبعدين اروح حاطه عليها كميه مناسبه من الكريم شانتيه وابدا افردها كويس. وبعد كده احط النص التاني بتاع الكيكه ونفس الكلام تاني اسقيها بالشوط الاسبريسو. انا بحلي الاسبريسو، بحط لها مثلا معلقه سكر ولا حاجه. وبعد كده احط تاني كريمه وافردها كويس. وحبيت انا بقى اعمل زي جريد كده او حاجه على الوش، فزوقتها بالطريقه دي، وانتوا تقدروا تزوقوها بالطريقه اللي انتوا عايزينها. وهي بقى بتحب تبات ليلة في التلاجة أو تقعد 5 ساعات على الأقل علشان تكون الأطعمة كلها أخدت من بعض. عموما أي تورتة خدوها كده قاعدة، أي تحب تبات في التلاجة ليلة كاملة علشان تبقى ارتاحت وكل الأطعمة أخدت من بعضها. في الآخر هتطلع لنا بالشكل ده. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولوا لي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.